بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الويلدنج امبرفكشن according to اليور كود أو عيوب اللحام طبقا للكود الأوروبي. طبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من عيوب اللحام، مثلا زي الكراك، زي الكافيتيز، زي السوليد انكلوجن، زي الليك اوف فيوجن، زي الليك اوف بنتريشن، زي الفورمز اند دايمنشنال ديفيشن اند اذر امبرفكشن. طبعا ما تقلقوش يا جماعة من كل العيوب اللي انا قلتها دي، العيوب دي ان شاء الله هنناقشها بالتفصيل تمام في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. طبعا كل العيوب دي وانا كراجل مهندس جودة او راجل ويلدنج انسبكتور تمام بفتش على اللحامات وبتعامل معاها بشكل دوري وبشكل يومي في التقرير اللي انا بعملها، طبعا عشان اكتب كل العيوب دي في التقرير بتاعي، سواء بقى كان التقرير فيجوال او ارتي، واقول ان مثلا لقيت العيب الفلاني في المكان الفلاني، وهقعد احكي قصه وحكايه، والتقرير بتاعي مش هيستحمل كل كلام الانش ده. فعشان كده الكود الاوروبي قال لك ما تشيلش الهم، وهنعمل لك مواصفه هتسهل عليك كل الكلام ده، وهو ان احنا كل عيب من عيوب اللحام تمام هنحطه في صورة جروب تمام كده، وهندي لكل جروب رقم تمام كده. يعني بمعنى صح ان كل عيب هيبقى ليه جروب نمبر. مثلا زي جروب 1 قال لك هيبقى خاص بالكراكس، جروب 2 هيبقى خاص بالكافيتيز، جروب 3 هيبقى خاص بالسوليد انكلوجن، جروب 4 هيبقى خاص بالليك اوف فيوجن والليك اوف بنتريشن، جروب 5 هيبقى خاص بالفورمز اند دايمنشنال ديفيشن، جروب 6 قال لك ده للاذر امبرفكشن. يعني مجرد ما هلاقي جروب 1 تمام كده، بقى 1 هنحط عليه صفر، يبقى لما الاقي جروب 10 تمام يبقى انا اعرف كده العيب اللي عندي كراك، لما الاقي 20 هلاقي كافيتي، لما الاقي 30 هلاقي سوليد انكلوجن، 40 ليك اوف فيوجن اند بنتريشن، 50 فورم، وهكذا 60 اذر امبرفكشن. يبقى ده اول طريقه. يبقى الطريقه الاولانيه اللي هو الرقم الاولاني والثاني بيديك الجروب افيليشن اوف ذا امبرفكشن، يعني بيديك تسميه العيب بتاعك. طيب الطريقه الثانيه او الخطوه الثانيه في التصنيف، قال لك والله احنا الكراكس بيبقى في منها انواع كتيره، مثلا زي ترانسفيرز كراك، زي اللونجيتيدنال كراك. طب انا هعرف ازاي؟ انا عرفت خلاص ان الجروب 1 او جروب 10 هو الكراك تمام كده. طب هعرف اي نوع من الكراكات؟ قال لك والله الرقم الثالث تمام ده هو اللي هيحكم لك التايب بتاع الامبرفكشن. طيب اللوكيشن هحدده ازاي؟ قال لك والله برضو ما تشيلش الهم، قال لك الرقم الرابع تمام هو اللي هيحدد لك مكان تواجد العيب بتاعك، سواء بقى موجود في الويلد ميتال او في البرنت ميتال او في الهاز اللي هي الهيت افكتد زون او في الفيوجن لاين. كل الكلام ده ان شاء الله هيبقى ليه ارقام زي ما هو واضح في الشكل اللي قدامكم، اللي هو تيبل رقم 1 اللي هو بعنوان الاكزامبل اوف سيستماتيك اوف ذا ديزيجنيشن اوف ذا امبرفكشن، او بالعربي بنقول عليه التسميه او التصنيف المنهجي لعيوب اللحام. زي ما انتم شايفين في العمود الاولاني اللي هو العشرة زي ما قلنا اللي هي هتبقى جروب 1 هيبقى في الكراك، والعمود الثاني اللي هو التصنيف الدقيق بقى للعيب سواء بقى كان لونجيتيدنال كراك او ترانسفيرسال، والجدول العمود الرابع اللي هو اماكن تواجد العيب. لو جينا اخدنا بقى كل عيب واتكلمنا عنه بالتفصيل، زي مثلا اول عيب معانا وهو الكراك. طبعا طالما ذكرت كلمة كراك، يعني لما تلاقي في التقرير بتاعك هتكتب كراك يبقى انت تكتب على طول باختصار كده هتكتب 10. اي حد هيشوف 10 يبقى ده كراك. بعد كده الرقم اللي بعد كده 1 ده يبقى هو خلاص انا بتكلم على الطيب. لو لقيت 1 يبقى لونجيتيدنال كراك، لو لقيت 2 يبقى ترانسفيرس كراك، لو لقيت 3 الستار شيب كراك، لو لقيت 4 يبقى الكراتر كراك، لقيت 5 جروبنج اوف كراك، 6 برانشنج كراك.
بعد كده الرقم الرابع اللي هو اللوكيشن بتاع الكراك. لو لقيت رقم 1 يبقى الكراك ده في الويلد ميتال، لو لقيت رقم 2 يبقى الكراك ده في الفيوجن لاين، لو لقيت رقم 3 يبقى في الهيت افكتد زون، لو لقيت رقم 4 يبقى في البيرنت ميتال. ده بالنسبه للكراك. طب تعالوا ناخد امثله، يلا بينا ناخد امثله مع بعض. لو لقيت الرقم اللي هو زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي في الجدول، ولقيت الرقم 10 11 10 11 ده بقى باختصار اول ما بلاقي ال10 يبقى بعرف ان هو ده على طول اللي هو الكراك، ولقيت بعد ال10 1 يبقى ده لونجيتيدنال كراك. عشان كده لو جينا بصينا في الاول لونجيتيدنال كراك هتلاقي 1 2 3 4 تمام، 4 انواع اللي هو الرقم بادئ بتاعهم بكام بقى؟ بادئ ب10 وبعديهم 1، يبقى انا كده بعرف على طول ان ده كراك، وراه واحد بيقول لي ان والله ان النوع ده لونجيتيدنال كراك. طيب الرقم الاخير قال لك هتلاقي عندك 1 و2 و3 و4. الواحد زي ما قلنا يبقى اللونجيتيدنال كراك ده في الويلد ميتال. طيب 2 يبقى اللونجيتيدنال كراك في الفيوجن لاين. رقم 3 يبقى اللونجيتيدنال كراك في الهيت افكتد زون. طيب رقم 4 يبقى لونجيتيدنال كراك في البيرنت ميتال، وهكذا واحنا نازلين مرورا بايه بقى؟ بالترانسفيرس كراك. طبعا اول ما بلاقي اللي هو ال10 تمام يبقى ده اللي هو الكراك تمام كده. طيب رقم 2، رقم 2 ده بقى يا جماعه اللي هو الرقم الثالث، اول ما تشوفه مش هيبقى بقى لونجيتيدنال، لا ده هيبقى ترانسفيرس كراك. عشان كده لما تلاقوا في الترانسفيرس كراك هتلاقوا منه 3 انواع، والثلاث انواع دول الرقم الثالث بتاعهم رقم 2 تمام كده. اما 1 و3 و4 ده بيعبر عن اللوكيشن، 1 في الويلد ميتال، و3 في الهيت افكتد زون، و4 في البيرنت ميتال. بعد كده خش على الستار شيب كراك تمام كده. لو جيت تبص هتلاقيه متكون من 3 انواع برضو، وهتلاقي اللي هو الرقم الاولاني والثاني اللي هو 10، يبقى ده بيدل على كراك. لكن الرقم الثالث اللي هو 3 يبقى ده ستار شيب كراك، والرابع اللوكيشن زي ما قلنا. الكراتر كراك نفس القصه، هتلاقي رقم 10 وبعد ال10 هتلاقي رقم ايه بقى؟ رقم 4 تمام كده. لما بشوف رقم 4 اعرف ان هو كراتر كراك. وبعد كده الجروب اوف كراك هتلاقي مدي رقم 5، وبعد كده البرانشنج كراك مدي الرقم 6 زي ما هو ماشيين، زي ما هو واضح في الجدول اللي قدام حضراتكم. والجدول والرقم الاخير ده بيعبر عن اللوكيشن تمام كده. تمام. لو جينا انتقلنا للعيب الثاني وهو الكافيتي. والكافيتي زي ما اتعرفنا في الدقايق اللي فاتت، عشان اعرف ان هو كافيتي يبقى ليه ارقام مميزه، والرقم بتاعه اللي بيبقى اوله 20، يعني اول ما اشوف 20 يبقى خلاص اعرف ان ده كافيتي. طيب الارقام التاليه بتدل على ايه؟ قال لك والله عشان ما تتعبش نفسك هنحط الجدول اللي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، بيشرح فيه كل الارقام او كل الريفرنس نمبر اللي خاصه بالكافيتي. بيبدا من اول 20 11 و20 12 و20 13 الى حد 20 25. يعني على سبيل المثال هتلاقوا ال20 11 هتلاقيها باسم الجاز بور زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، وهتلاقوا كمان ال20 13 وتبقى باسم الكلاستر بروستي. كل الكلام ده والمصطلحات ده طبعا ان شاء الله تناوله بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، او في سلسله الفيديوهات بتاعتنا. لو جينا انتقلنا بعد كده للعيب الثالث اللي هو بعنوان السوليد انكلوجن، وبياخد الريفرنس بتاعه، الريفرنس نمبر بتاعه او الرقمين اللي هو 30. يعني مجرد ما اشوف 30 يبقى انا اعرف على طول ان هو سوليد انكلوجن. يعني مثلا على سبيل المثال او زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الشاشه، الجدول ده بيوضح لك الريفرنس نمبر بتاع كل السوليد انكلوجن اللي هتقابلك فيه عيوب اللحام، بتبدا من 30 11 لحد 30 43. يعني مثلا على سبيل المثال زي ما هو واضح على قدام حضراتكم على الشاشه، ال 30 11 ده بيعبر عن العيب اللي بنقول عليه سلاج انكلوجن، وبرضو اللي هو 30 12 برضو بيعبر عن السلاج انكلوجن، سواء بقى كان لينير اللي هو 0 11 او كان ايزوليتد اللي هو 12.
لو جينا انتقلنا بعد كده للعيب الرابع وهو الليك اوف فيوجن، وعشان اعمل توصيف او عشان اعمل تعريف او اديله ريفرنس نمبر، مجرد ما اشوف الليك اوف فيوجن يبقى على طول هعرف ان ده واخد رقم 40، او العكس مجرد ما اشوف 40 اعرف ان العيب ده ليك اوف فيوجن. طيب الرقمين اللي بعد كده اللي هو ال11 وال12 وال13 زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه او في الجدول، هتلاقوا ال11 ده بيعبر عن الليك اوف فيوجن او بنقول عليه الليك اوف سايد وول فيوجن، زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الشاشه ان نقص الانصهار ده بيكون في الخط الانصهار الفاصل ما بين البيز ميتال والويلد ميتال زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الشاشه. وبرده ال40 12 ده برده عباره عن ليك اوف فيوجن، بس ده بقى ايه؟ ليك اوف فيوجن ما بين طبقات اللحام وبعضها البعض زي ما هو واضح قدام حضراتكم برده على الشاشه. والعيب اللي هو او النوع الثالث من الليك اوف فيوجن اللي بياخد الرقم اللي هو اخره 13 ده هتلاقيه باسم الليك اوف روت فيوجن، وده اللي نقص عدم انصهار في جذر اللحام او بنقول عليه في روت اللحام. وبعد كده في نوعية تانية اللي هي ال402 وال40 21 زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. يبقى الليك اوف فيوجن بياخد رقم 40، وطبقا لمكان تواجده او طبقا لنوعه هتلاقي منه 11 و12 و13 و21. لو جينا انتقلنا للعيب الخامس اللي هو الفورم اند دايمنشنال ديفيجن، والنوع ده يا جماعه يعتبر هو الاشهر على الاطلاق في مجال الفيجوال انسبكشن للحامات وخاصه في مجال الستيل ستراكشر، لان النوع ده بيندرج تحته مجموعه من العيوب اللي هي الشهيره. اول نوع معانا وهو الاندر كات، تمام كده، والاندر كات اول ما اشوفه يبقى هياخد ريفرنس نمبر رقم 50، وبعد كده بقى 50 11 هيبقى مثلا كونتينوس اندر كات، ممكن ياخد 50 12 لو كان انترميتنت اندر كات، ممكن ياخد مثلا 50 14 ده لو انتر ران اندر كات، وده الاندر كات ده يا جماعه اللي بيظهر ما بين طبقات اللحام والثانيه اثناء اللحام، ممكن ياخد 50 15 الى اخره. النوع الثاني وهو الاكسسيف ويلد ميتال، وده خاص بموضوع الكاب بتاع اللحام. مثلا لو شفت الرقم 50 يبقى اعرف على طول يبقى انا بتكلم على الاكسس ويلد ميتال، تمام. بقى واخد 502 للبات ويلد و503 للفيلت ويلد. النوع الثالث بعد كده من اللي هو الدايمنشنال اند فورم ديفيجن اللي هو اللوكال اكسسيف بنتريشن. اول ما اشوفه على طول الاكسسيف بنتريشن يبقى هديله رمز على طول اللي هو 50، ممكن بقى يكون 50 41 50 42، وممكن يكون الاشهر برضه على الاطلاق في وصلات الباد جوينت ممكن يكون 50 43 في حاله الميلت ثرو. بعد كده العيب اللي هو الرابع، وده برضو بيبقى مشهور جدا في عمليات الفيجوال انسبكشن وخاصه في لحامات الفيلت ويلد اللي هو الانكوريكت ويلد 2، تمام كده، ده بياخد رقم 505. وفي عندنا برضو نوع تاني شهير جدا اللي هو الاوفرلاب، ممكن يكون الاوفرلاب في جذر اللحام وممكن يكون في التو بتاع اللحام او السطح الجانبي بتاع اللحام، وممكن وبياخد بقى رقم عندنا ال 50 61 لو في التو او 50 62 لو في الروت. النوع اللي بعد كده اللي هو برضو النوع ده شهير اللي هو رقم 6 اللي هو اللينير ميس الاينمنت، تمام كده، وبياخد رقم ال 50 71. النوع بعد كده اللي هو السابع اللي هو الانجولار ميس الاينمنت، تمام، ده بياخد اللي هو رقم 508. وفي مجموعه تانية من العيوب، تمام كده، يعني ممكن حضراتكم عشان برضو ما نضيعش وقتكم معانا زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الجدول ممكن تستعرضوها، وهتلاقوا لكل عيب من ده اللي هو الريفرنس نمبر بتاعه. مثلا على سبيل المثال هتلاقي اللي هو البور ريستارت، تمام كده، بياخد 51 71، وممكن ياخد كمان ده لو في حاله الكاب ممكن ياخد 51 72 في حاله اللي هو الروت.
النوع السادس من عيوب اللحام، وده طبعا مش عايزين ننساه، لان النوع ده شهير جدا، وهو السباتر والارك سترايك. طبعا السباتر ده لا غنى عنه طبعا في عيوب اللحام، وبيبقى ياخد ريفرنس نمبر اللي هو 602 طبعا، والارك سترايك بيبقى واخد ريفرنس نمبر 601. كده احنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، وان شاء الله ابتداء من الفيديو الجاي هنبدأ بقى ناخد كل عيب تمام ونتكلم عنه بالتفصيل، اسباب الحدوث بتاعته، ولو حصل ازاي اعالجه، وايه هي الاجراءات الوقائية اللي المفروض ان انا اعملها عشان العيب ده ما يطلعش او ما يظهرش عندي اثناء عملية اللحام. شكرا، سلام عليكم.